فلازم يبقى في معاهم. ورجعنا مشاهدينا وهنبتدي حلقتنا النهارده وموضوعنا عن زراعه الاسنان او غرز الاسنان، وبيسعدني ان يكون معايا دكتور وهيب موسى، وهو هو استاذ تركيبات وغرز الاسنان بكليه طب الاسنان جامعه الاسكندريه. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيك يا فندم. منورنا. ربنا يخليك. دكتور، يمكن قلنا في المقدمه ان فكره ان في عوامل كتير وفي اسباب كتير ممكن تؤدي الى الانسان ان هو يضطر يلجا لزراعه الاسنان، بيحصل فقدان او بيحصل كسر او بيحصل، وفي مراحل كتير عدى بيها يعني مجال الطب بصراحه في الموضوع ده، من تركيبات احيانا ثابته وفي تركيبات معدنيه وتركيبات متحركه، بس بيبقى في برضو يعني زي ما بنقول سايد افكتس، او ساعات المواضيع دي ما بتبقاش بتكمل لفتره طويله، بتبقى برضو المده الزمنيه بتاعتها محدوده شويه. اكيد فعلا. وعايزين بقى نشوف حضرتك دلوقتي ايه الجديد عموما كده في مجال طب الاسنان. هو لو تأذني لي حضرتك، اولا بشكركم على الاستضافه. لو تأذني لي انا عايز ابتدي بمقدمه صغيره خالص. كان ليا كتاب اسمه ارجوك لا تفقد اسنانك. ايه اللي بقوله في الكتاب ده؟ طبعا لما بيفقد اسنانه دكاتره السنان بتشتغل، انما احنا عايزين المريض بتاعنا يحتفظ بأسنانه إلى أطول مدة ممكنة في حياته، لأنها زيها زي أي عضو آخر. يعني هل هو بيستغنى عن أي عضو في جسمه؟ أبدا. إنما هو كل ما هناك إنه بيلاقي عددها فوق 14 أو 16 وتحت 16 يقول لك لما ضيع 5 6 مفيش مشكلة. أنا بقول للمريض ما تفقدش أسنانك. إزاي ما أفقدش أسناني؟ ده بيبتدي من الأسرة. اني بعلم الاطفال يعتنوا باسنانهم، بعلمهم يحبوا فرشه السنان، يحبوا النظافه. النظافه وانا بكررها هنا روح طب الاسنان. زي بالظبط سعادتك اي جهاز ميكانيكي لو ما عملتلوش صيانه وتزييت بيقف، احنا زيه. بدون نظافه وصيانه بيتوقف هذا الجهاز، وبكل اسف ان عطله النهارده بقى مش سهل وبقى مكلف جدا. احنا فين في طب الاسنان؟ طب الاسنان في مصر رائع وعلى مستوى عالي جدا، وعندنا مهارات فرديه ممتازه. تمام. طب ايه المشكله؟ المشكله ان لا توجد لغه بيني وبين المريض. لسه المريض اللغه مفقوده. عشان كده احنا بننزل كتب وبنطبع كتب وبيتعمل احاديث زي اللي سيادتك بتتفضلي وتاخديها دلوقتي. كل دي مقصود بيها ايه؟ خلق لغه بيني وبين المريض، لانها مفقوده. مع انها يعني بترجع، يعني العائد بيرجع للمريض في الاخر بالزبط. يعني ليه ايه اللي ناقص؟ يعني هل فقد ثقه؟ هل المريض شايف ان الاسنان دي يعني اخر حاجه ممكن يهتم بيها، بيلجا لها في مراحل متاخره، يعني مش عندوش ثقافه الاعتناء بالاسنان فعلا زي ما حضرتك من هو صغير؟ ايه المشكله اللي عندنا اكبر؟ ده كلام جميل جدا. هو انا لو هتأذني لي هقسمه الى مريض مثقف عالي المستوى، مريض متوسط، مريض ضعيف المعلومات او قليل المعلومات. المثقف العالي ده عايز الابتسامه، وهتسمعي كلمه ابتسامه هوليود اللي انتهت من الخمسينات، والديجيتال سمايل والكلام ده كله. انما هو عايز ابتسامه، عايز وظيفه، عايز ياكل، عايز لما يقدم في شغل ما يترفضش عشان سنانه شكلها مش حلو. لربما يكون هيبقى مذيع فمحتاج ان سنانه تبقى رائعه. ده انا مش قلقان عليه خالص. المتوسط بيروح لما ضرسه يوجعه ويقول عالجهولي، كان زمان يقول اخلعهولي. لو تتذكري سعادتك انت صغيره طبعا، انما لو تتذكر زمان كان الدكتور يكشف باليمين ويدي البنج بالشمال ويخلع باليمين تاني. ده حقيقي. ادي كان طبيب الاسنان. ادي كان طبيب الاسنان. وحتى النكت والحاجات دي بتلاقيها حوالين هذا الموضوع. الموضوع ده انتهى. ويمكن لما نتكلم في الحديث هقول ان ما عادش دكتور السنان الشاطر هو اللي بيخلع. ايوه بالعكس. الدكتور السنان الشاطر اللي ما بيخلعش. تمام. ولو خلع النهارده في بروتوكول يختلف عن كل السنين اللي فاتت. احنا فين من ده كله؟ زي ما قلت لحضرتك مستوانا هايل ككل وكزملاء. فاضل لنا بس ان احنا نرفع من مستوى المريض في الوعي. تمام. يعني انا بحط غرسات لمريض وبتبقى رائعه وبيستثمر فيها جزء كبير جدا من الماديات، ويجي بعد 10 سنين ما شفتوش. المفروض يجي كل 6 اشهر او سنه، وبعد 10 سنين يجي بالعمليه متهالكه. وبعضهم بيبقى غايه في الادب ويقول حقك عليا ما تزعلش، انا ما حطيتش فرشه في بقي.
طب حرام عليك الاستثمار الفاشل ده. صح، ده حقيقي. فهي دي احنا عايزين نرفع وعي مريضنا ونثقفه. مش ده عيب ولا حاجه، لا ده في كل العالم. يبقى فيه لغه حوار، يجي عارف ايه اللي بيتكلم عليه. تمام. يعني دكتور، يمكن زي ما حضرتك قلت، يمكن يعني الكلاسز اللي بتبقى عاليه شويه هم اللي بيبتدوا يتجهوا لعمليات التجميل عموما، يعني في اجزاء الوش كتير. فالاسنان ابتدت تبقى يعني عنصر مهم جدا في يعني في عمليه التجميل اللي ابتدوا يلجأوا لها. هي الابتسامه برضه الميدل برضه الميدل كلاسز، يعني الطبقات المتوسطه ممكن بيلجأوا يعني احيانا، وده للاسف يعني موجود، ان بيبقى فيه بيبقوا شبه يعني دكاتره بيبقوا بيعملوا للمستويات، وبيبقى في مراكز كتير لوجود جراحات احيانا ممكن تحدث في الاسنان، وفي حاجات بتبقى تركيبات. يعني حتى جميع المستويات برضو ابتدى يبقى عندهم فكره وعي اللي هو الابتسامه الحلوه، بس على حسب بقى كل واحد والكاتيجوري وثقته بين دكتور معين او الدكاتره اللي هم بيبقوا يعني اشباه دكاتره. هو سعادتك مهنه طب الاسنان عباره عن مزيج من طبيب، ارتست او فنان، ورجل اعمال في نفس الوقت، لان هي شغله بتدر ولها اصول. لو تحول الطبيب من هذا الارتست والفنان والانسان الى صنايعي، تاجر، عليه العوض. انا بقولها بمنتهى الوضوح. ليه؟ لو انا تحولت الصنايعي ما فيش عيب عليه، ده الصنايعي ده مهاره رائعه، انما صنعه وطب وانسانيه. أكيد. ولازم يكون بيحب مهنته. يعني أنا عايز إن الطبيب يحب مهنته ويحب مريضه. لو حب الاثنين دول هيقدر يطلع الجزء الثالث وهو المنتج الجيد. وأي دكتور سنان أعتقد وأنا متأكد إنه بيبذل أقصى ما في جهده إنه يطلع أحسن شغل. لو خانوا الحظ في جزء أو آخر، الخطأ موجود وتصليحه وارد، يعني ليست نهاية العالم. أنا لو دكتور أخطأ في حاجة عملها لي هروح له وأقول له حياتك صلحها لي. إنما إحنا على طول نروح سايبه ورايح للتاني والتالت والرابع ونعمل نحولها إلى مناقصة تجارية. لا، دي مهنة زيها زي طب، زي الجراحة، زي عمليات القلب إلى آخره. طبعا. وبالتدريج بيحصل اللي احنا بنتمناه ده، زي ما قلت لحضرتك، بخلق لغه حوار وبالتثقيف والتعليم. نقدر نخش في الغرس بقى لو حبيتي سعادتك بقى. حضرتك هو يعني في اللغه المتدرجه ان هي بتبقى زراعه اسنان وغرز اسنان، ايهما اصح؟ جميل. او الاثنين معنى واحد؟ تبسيطا للمعلومه، في البدايات خالص كنا بنقول زرع. ليه؟ اقرب حاجه اللي هي ممكن يطلع منها شيء ينبت بالظبط، كان هو النبات، فكنا بنقول زرع. انما هو الواقع ما هواش حاجه بنحطها وتنمو وبتعمل تنبيت. ولو ان في بعض المرضى وانا بحترمهم جدا بيجي يقول الغرسه ما نبتتش، وبحترمه جدا يعني، انما ده برضو خطا في لغه الحوار. فهي غرس، احنا بنغرس جزء معدني، والكلام ده بقاله اكتر من 50-60 بالظبط، يعني عشرات السنين. غرس جزء معدني، واللي سبقونا في هذا الإخوة بتوع العظم إنهم كانوا بيعملوا شرايح وبيعملوا مسامير في الكسور. فكلمة غرس جزء في العظم انتهت خلاص، بقت عادية. النهاردة بقينا بنقول أيهما أبدى، الأسنان ولا عظام الفك؟ يعني احنا كتير جدا بنلاقي مريض اسنانه رايحة جاية تتحرك، ويقول لك ما هي ساكتة ما هي ماشية. أنا بقول له لا، لو في مسمار في الحيطة وكل يوم بيتهز طالع نازل بياكل الحيطة، أكيد. فما بالك بالعظم بتاع الفك. لا تفقد عظام الفك، لأن عظام الفك ليس من السهل استردادها، ولكن من الممكن، ومش عايز أقول إنه شيء مكلف وطويل. طبعا هندخل بقى في يعني في دوامات أخرى. بناء عظم بالظبط. هستاذن حضرتك عشان بس التليفون هيقطع معانا، ناخده ونكمل حوارنا. أستاذ مينا، ألو، من فضلك التلفزيون نوطيه. اهلا بحضرتك، اتفضل. مع حضرتك مينا، كان عندي مشكله في اسناني. ايوه سامعين حضرتك؟ ايوه اتفضل. المشكله اللي الدكتور كان لسه بيتكلم فيها دلوقتي اللي هي الاسنان اللي بتتلخلخ. ايوه، فحضرتك الاسنان كلها ولا سنه ولا؟ انت عندك كم سنه يا مينا؟ عندك كم سنه؟ انا عندي
29 سنة. 29 سنة. والخلخلة واضحة وظاهرة وبقى لها قد إيه تقريبا؟ هي مش واضحة، بس أنا فقدت سنة والتانية على وشك إنها تقع برضه. بص يا سيد مينا، أنت عندك التهاب مزمن في اللثة نتج عنه تآكل العظم، وبالتالي السنة فقدت الجزء اللي بيثبتها. بنعمل أشعة، لو لقينا ان هذا الجزء المفقود من العظم يتعدى 40 او 50%، انا بقول لك لابد من انك انت تخلع هذه الاسنان، تعمل ما يسمى بترقيع العظم، ثم بعد ذلك ما فيش وسيله لك غير غرس الاسنان. يعني انك تحط مسامير في العظم وتبني فكك تاني، وبنعملها بصوره رائعه وبتتم وبتبقى محدش يستطيع انه يقول ان دي اسنانك الطبيعيه او الجديده. لو انت يمينك اكتشفت هذا من اكتر من سنه او سنتين، كان ممكن تروح الى طبيب علاج اللثه، وكان يعمل لك علاج لثه ويعمل لك ترقيع للعظام، ويحاول تثبيت هذه الاسنان في مراحلها الاولى. يعني لو كان الهزة لا تتعدى 5% 7%، إنما لما توصل ل20 و30 بتبقى زي ما بيقولوا تو ليت أو متأخر. بالظبط. بنشكر حضرتك أستاذ مينا على التليفون. ودكتور، نرجع تاني على فكرة قلنا غرز الأسنان، هي بتبقى المصطلح الأصح، أو حضرتك هنتكلم على يعني المراحل اللي بتعدي بيها الأسنان لحد ما نوصل إن احنا نحتاج لها. احنا أكدنا مع سيادتك دلوقتي من دقايق إن أهم حاجة المحافظة على عظام الفك. حصل وفقدت السنة زي الحالة بتاعت الأخ مينا. طب نعمل إيه؟ برضه هاخد لك في استعراض سريع اللي كان موجود من سنوات طويله واللي موجود النهارده. زمان كنا نبقى سعداء الحظ قوي لو عملنا اشعه فيلم صغير يا دوبك كان بيوريني تفاصيل بسيطه، ثم حدثت البانوراما اللي هي بتبين الفك بالكامل، وكلنا جبنا البانوراما ودفعنا فيها الوفات، وبعديها بكم سنه البانوراما بقت ايه؟ اولد فاشن. المهم التطور مشي من البانوراما للاشعه الرقميه اللي ما زالت لها الان توجد الاشعه المجسمه الثلاثيه الابعاد، ودي موجوده في طب الاسنان، وانا بعتبرها احدى النعم اللي موجوده في هذا العصر. هذه الاشعه كأن حضرتك دخلتي داخل المكان، بيوريك الارتفاع بتفاصيله، بيوريك عرض الفك بتفاصيله وقياساته. بقدر على هذه الأشعة أحط خطة واضحة للغرس. يبقى أهم حاجة في الغرس هو التشخيص، ثم وضع خطة العلاج. طيب زمان كنا بنعمل إيه؟ كنا بنعمل دي وبنقيس العرض ونقول عندي 10 ملي يبقى أقدر أحط غرسة 4 ملي في ارتفاعها، عندي 20 ملي أحط غرسة 13. جميل جدا. تطور العلم إلى مرحلة أكتر، والمرحلة الرقمية بالذات، وبقى جهاز الكمبيوتر هو اللي بيعمل لي هذه الدراسة. طبعا في أوبريتور قاعد خبير أكيد بيقعد يعمل الغرسات ديت ويبعتها لي، يا طبيب الأسنان ما رأيك في الخطة اللي أنا حاططها؟ بقول له أوكي، بيروح منفذها وبيكون عنده مقاس للمريض، وبيبعت لي ما يسمى بالمرشد الجراحي. أنا بشبه المرشد الجراحي ده بالامتحانات لما الطالب يعمل ملخص ويروح بيه الامتحان ويبص فيه. مش عايز أقول الأوبشن الثاني لأنه غير قانوني، إنما هو الملخص. مجرد ما يفتح الملخص هيقدر يعرف. هو المرشد الجراحي ده اللي بيسموه المرشد الجراحي الرقمي، بيحط لي فيه كل المعلومات بحيث إن أنا أحطه في الفم، وما علي غير إن أنا أحط الغرسات في الثقوب التي أعدت من قبل في مركز الأشعة. بيجي الغرسات في مكانها بنظام معين في اعتدال كامل. طب احنا كنا بنعمل ايه؟ احنا كنا بنعتمد على مهارتنا. ايوه، كنا بنشتغل شايفين العرض حلو والطول حلو، بنحضر الغرسة، او بنعمل مرشد جراحي يدوي من غير الديب ديتيلز بقى اللي بتبقى دلوقتي بتظهر على دلوقتي. العلم أمدنا بهذا، ويمكن في الشرايح اللي هتتفرج عليها سويا إن شاء الله. أنا عارض حالة يمكن معمولة من عدة أيام. كانت المريضة شرطها الأساسي لا عايزة جراحة
ولا عايزه غرز ولا عايزه بين ولا عايزه الم. قلت لها لو هتستحملي ابره البنج، وقبل ابره البنج هنحط لك مخدر موضعي، لو استحملتي ده في خلال 45 دقيقه هتكوني مخلصه. ده غرز. ده غرز. وهنشوف بقى مع حضرتك بعد التليفون ما بعد باذن الله. باذن الله. انه ما بعد اكيد برضو بيبقى فيه يعني التطور لا يتوقف. التطور لا يتوقف. لا انا اقصد ما بعد الغرز، يعني الفتره اللي ما بعد الغرز. استاذن حضرتك التليفون استاذ عجايبي. الو مساء الخير، اتفضل. تحت مع حضرتك، اتفضل. لو سمحت يا دكتور، احيانا صبر يا دكتور كتير اللي يقول حاجه في الجو مراتي هنا عندها السكر عمليه ثانيه فلازم تخلع جنس الجنوس، خلع جنس الجنوس سليمه، يعني هي جنوس سليمه، فخلعوا لها جنس الجنوس بتاع ما خلعوا لها جنس الجنوس وهي تعبانه يعني جنس كتير ويتابع، ولا عملت عمليه ثانيه وخلع بالجنس كده. وهي جنس علينا عايزين يعني جنس كتير. يعني مريض السكر وخلع الضرس ومكانه تقريبا تعبها. انا بس عايز ارد على الزميل او الاستاذ. واحد، ما فيش دكتور بيخلع ضرس سليم، ودي برضو لعدم وجود لغه الحوار. يعني ممكن الضرس يكون شكله جميل جدا بس متعري، والسكر خلاه فقد العظم بتاعه. أيوة. فالضرس اتخلع لسبب ما قد لا يعلمه المريض او قد لا يستطيع فهمه. كونها خلعت قبل عملية الرمد ده شيء صحي ومظبوط. السكر أنا بقسمه إلى حاجتين: سكر مسيطر عليه أو سكر مريض فاقد السيطرة. مريض فاقد السيطرة أنا لا أتعامل معه بالمرة فعلا، يعني لأنه خلاص بقى يعني السكر كده هو المسيطر. لا، هو إنسان مهمل. فأقول له أنت عندك سكر، يقول لك مش عارف. طب إيه حلل؟ يطلع 500 وحاجة. أعرف إن ده شخص لا يمكن الاعتماد عليه في هذا المجال. بالظبط. إنما المريض اللي يجي ويقول أنا عندي سكر وبتعالج عند فلان وعامل نظام غذائي معين وبراعي السكر بتاعي، ده أشتغل له وأحط له غرز. تمام. أنا ما عرفتش سؤال المريض إيه، إنما لو هو يقصد هل ممكن زرع هذا الضرس للمريضة اللي عندها سكر؟ لو السكر تحت السيطرة من الممكن. حتى لو ما فيش عظم ممكن زرع عظم وعمل لا، وكمان غالبا يعني في سؤال ان هو يعني في ألم في المكان، مكان الخلع نفسه. ألم في المكان، ألم مستمر، يعني ده معناه ان حصل نوع من الالتهاب الصديدي او حصل نوع ما يسمى بانفكشن. فهو مش اكتر هيرجع للدكتور. الدكتور هينظف مطرح الجرح ويحط احد المواد المطهره، وربما يصف له مضاد حيوي ومضاد للالتهاب. ومساله سهله. تمام. فمفيش داعي للقلق. في على البلازما المفروض صوره طبعا حاله من الكيسز اللي عند حضرتك. التجميل زي ما قلت لسعادتك هو الموضوع الذي يشغل اساس الطبقه الاولى من شريحه المجتمع. مهتمه جدا بهذا، وخصوصا لو جاله سفر السعوديه، عقد في دبي، جواز. يعني في عرايس بتيجي تعمل سنانها قبل الفرح باسبوع. إحدى الطرق الحديثة الجميلة جدا هي ما يسمى برقائق أو اللامينيتس أو لومينيرز. يعني إيه لومينيرز؟ لو حضرتك عارفة العدسة اللاصقة بتاعت العين زيها بالظبط بتتعمل على السنان. بتبقى في لومينيرز والفينيرز، وبتبقى كل الحياة دي على حسب الحالة. اللومينيرز اللومينيرز بدتها إيه؟ إن الطبقة المزالة من السنة ضعيفة جدا، وفي بعض الأحوال بتبقى تقريبا مش موجودة. فبنشيل طبقة رفيعة جدا وبنحط الرقائق دي وبتثبت في مكانها. وبيجي لنا ناس من خارج مصر بيعملوا بقهم بالكامل في أقل من أسبوع. بس دي حضرتك محتاجة كيس يعني زي اللي شفناها اللي بيبقى يعني دي مثلا فيها فروقات، عايزة فروقات، وفي أشكال أسنان مش عايزة عيوب بسيطة،
عايزه تشوهات، عايزه في لسه اللون، برضه تتظبط، تشوهات في اللون. انما لو سنه داخله وسنه طالعه بتبقى عايزه يا تقويم يا تجميل بالكراونز. برافو عليك. تمام. دي الرقائق. وعندنا نوعين من الرقائق، رقائق بنصنعها احنا بنفسنا في المعمل من ماده جميله جدا اسمها الزركونيوم، بقى لها بتاع 10 15 سنه. انما بنقول عليها جديده انما هي قديمه طبعا. فيا بتصنع من الزركونيوم في المعمل نفسه، والتصنيع هنا بيتم يا اما يدوي يا اما عن طريق الكمبيوتر او ما يسمى بالكمبيوتر ايدد ديزاينز وكونستراكشن كات كام. تمام. ده منظر احدى المرضى بعد تركيب كامل لرقائق دي لومينيرز. دي لومينير. هتلاقي حياتك في الاخر ضرسين مش معمولين بالظبط، باين الفرق طبعا، الفرق الجامد قوي. انما بيدي نتيجه رائعه. والميزه هنا بيدي سرعه. انا عارف الناس بتهتم جدا بالتجميل، فالتجميل احدى مراحله برضه التبييض بيدي نتيجه مش بطاله. كنا زمان بنعمل حشوات كومبوزيت، حشوات بيضاء. حشوات البيضاء مع الوقت لونها بيتغير وحواليها بيسوس. فدي من الطرق الحلوه. الطريقه الكلاسيكيه المعروفه هي الكراونز بالظبط، اللي هي او الاغطيه الكامله. ليه؟ دي بتلف 360 درجه بتغير لي المنظر. تمام. ده شاب مصري فرنسي عايش في الخارج وجاي الحقيقه وسنه اظن 26 25. منظر بقه كان غير طبيعي خالص من ناحيه عدم الانتظام والسنان المسوسه والسنان المكسوره. وهو شاب وسيم، ولكن وجود كل هذه التشوهات منعاه ان هو حتى يفتح بقه ويتكلم براحه. ودي ممكن تؤدي الى عيب نفسي. ده جزء من منظر الاعوجاجات. هنا قدامنا سكه من اتنين. السكه الاولى التقويم، وقد يستغرق سنوات. ايوه. وجايز يديني تصليح في الانتظام، انه ممكن ما يدينيش تصليح في الشكل. والحل الثاني التجميل الفوري. ايوه. اللي هو عن طريق زي ما قلت حضرتك اغطيه كامله 360 او كراونز، وهو اختار ودي كراون. الحل الثاني حضرتك بتتم عن طريق الاختيار البيشنت، لازم اعرض عليه. يعني في كيسز ممكن ينفع فيها فينيرز وينفع معاها كراونز وهو أكيد. يختار اكيد. سعادتك مهم جدا. طب ممكن نقف بس الصوره دي شويه نكمل البوينت. مهم جدا انك تقولي للمريض كذا بديل. والامريكاني يقول لو انت ما عرضتش البدائل هيروح في مكان اخر يدور على البدائل. ايوه. اوكي. يعني تمام. اللي احنا بنسميها اوبشنز. فانا من نوع اللي اشوف المريض احدد السوشيال ستاتس بتاعه او حالته الاجتماعيه بصوره مبدئيه جدا، وبعدين اقول له بديل اول توب. يعني ده هيخلي بقك يرجع جديد لانجل. البديل الثاني يقل شويه انما مجهوده اقل، شغله اقل، تكاليفه اقل. بديل ثالث لو فيه يبقى كذا. وبعدين بيقعد مع شخص متخصص اللي هي عاده مديره الاستقبال بتشرح له كل هذه التفاصيل من الف للياء. تمام. فوجود الهدف الرئيسي للمريض في دماغه ويلاقي البدائل ويختار بيخليه متعاون في العلاج جدا. تماما. بس احيانا يا دكتور متهيألي في كيسز ما بيفيهاش فيها بدائل، لا يصلح فيها البدائل. اكيد اكيد. فدي مش محتاجه بقى ان هو يعني جاي لك لا سمح الله خراج، جاي لك لا سمح الله ورم، الحاجات دي مش عايزه بدائل. انما انا بتكلم عن المريض اللي جاي بطوعه، مش جاي عشان ما نمش بالليل. ده جاي بيقول انا بقي شكله مش عاجبني وعايز اوضبه. ودي بلاقيها بتحصل في اغلب الناس بعد ان يتقدم بيهم السن ويلاقوا النجاح. يعني يبتدوا بقى يبقى في انتراكشنز بقى مع الناس ويبقى في كنت بقولها في الاحاديث انه جاب العربيه وعمل الفيلا والولاد كبروا وبص في المرايه ما رضيش عن نفسه. فبيجي بقى يشوف نفسه، يعني خلص اولوياته بقى، خلص اولوياته بقى يلجا ما هي كلها حاجات نفسيه. اكيد طبعا. كان في هنا بنرجع للموضوع المهم اللي هو يمكن ده لوز بقى في الاسنان. يعني يمكن الموضوعات اللي جايه دي موضوعات مش الساعه بس 2016 2017 يعني ذا ليتست من ناحيه هي الكيسز دي يعني فاتحه لي يعني
طرق كتير هتكلم فيها، مجالات وطرق حديثه. يعني بالظبط، احنا فهنتكلم فيها ديتيلز بعد الصور. هذه الحاله طبعا الاسنان الاماميه سيئه وفي طريقها الى الخلع، ولكن احنا لما بنعمل المرشد الجراحي ده بيقولوا لنا عايزين تحطوه على لثه ولا على لثه واسنان. من الافضل انه يكون بيعتمد على لثه واسنان. انت عارف حياتك يرتكز اكيد، فانا بسيب السنان عشان يرتكز عليها المرشد وبعد كده بخلعها. تمام. خدنا الصوره الاكلينيكيه ديت وبعدين بارسل المريض الى الاشعه، بيعملوا له ما يسمى بالكومبيم او الاشعه الثلاثيه المجسمه. انا اسف اني قلت الكلمه بالانجليزي. الاشعه المجسمه بيدرس عليها رجل الاشعه، بيبقى متخصص، وزي ما انت شايفه ابتدى يخطط لغرسات، حط غرسة 2 3 وعمل شكل مبدئي للمرشد الجراحي واداني الشكل البانوراما تحت فيها الغرسات كلها. تمام. والثلاث سنان اللي انا بقول عليهم موجودين اللي هم هيتخلعوا بعد ما احط الغرسات ديت. هو بيبعت لي الكلام ده وانا طبعا عندي ثقه فيه، بدرس الكلام ببعت له اوكي كونفيرم. احنا بنتكلم كله اونلاين. يعني ممكن العمليه دي تتم في 18 ساعه من اولها لاخرها. عمليه لا الدراسه اوكي يعني لما تخلص الجايد في خلال ساعه نكون مخلصين. تمام. الشريحه اللي بعديها هو خد موافقتي راح مصنع الجايد. كنا زمان بنعمل الجايد بايدينا، ايوه، او بالفيكيوم او بالكابس. دلوقتي بيتعمل برينتنج عن طريق الكمبيوتر. اوكي. اللي بيقولوا عليه الديجيتال مظبوط. تمام. فده بيطبع هذا الستنت او الجايد ده ويبعته لي معقم ومعاه الحفارات الخاصه بيه. اوكي تمام. موضوع يعني شيق جدا. موضوع بيختلف خالص ومبهر للمريض، لانه فعلا الالم نزل 90%. أكيد. ما بقاش فيه غير ابره البنج. ايوه اوكي. اتفضلي. هنتكلم عن المراحل دي برضو لسه. استاذن حضرتك معانا تليفون مدام انتصار. الو. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. كان لو سمحتي مع حضرتك. ايوه دكتور. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. بقول لحضرتك انا بتكلم عن برضه هزه في السنان، يعني برضه في عندي هزه في السنان مع ان السنه ما فيهاش اي حاجه، لا فيها تسوس ولا اي حاجه. كان من فتره طويله عملت عند دكتور كان عندي ركب لي سنتين تحت، فعمل لي تثبيت بطبقه زي طبقه زي الستاندس كده، اي يعني شرايح في ظهر اسناني. فبدأت مع شوية خسسان بدأت توسع بينها وبين السنة دي. بقى أنا لو شلتها ممكن يعني تعمل لي هزة أكتر في السنان ولا ممكن أستغنى عنها؟ جميل. السؤال حياتك واضح. اوكي. الدكتور عمل لك بشكرك على السؤال. الدكتور عمل لك حاجة فيها جزء معدني، قد يكون ده مناسب ساعة لما انت عملتي التركيبة. قبل ما نعمل اي حاجة بنعمل اشعة يا مدام انتصار، وبنشوف مستوى العظم المحيط بالاسنان قد ايه. لو كان مستوى العظم منحسر وعدى 50% احنا هنا في علامة خطر. وحتى اللي يجي يشيل التركيبة لازم يبقى حريص جدا جدا. انما في كل احوال العلاج انت محتاجة انك تشيلي التركيبة القديمة دي، بس مش بتتشال لا بالعنف ولا باستعمال اللي يقولوا عليه الشاكوش او الكراون ريموفر ده، لا بتتقص التركيبة 360 درجة. كل سنة بتتقص وتتفتح نصين وتزال من مكانها بدون اي عنف على الاسنان. وبعد كده سعادتك بتتوجهي الى طبيب متخصص يقيم الحركه اللي موجوده في السنان. لو كانت الحركه في حدود 5 ل 10% طبيب علاج اللثه يستطيع ان يتعامل معها. تمام. وبنقدر نعمل ترقيع عظم وجرافتنج، وبنمسك السنان مع بعض زي ما يكون اعمده ضعيفه وعملنا لها كاميرا مقلوبه. تمام. وبعد كده تركبي التركيبه اللي انت عايزاها. فكل شيء ميسور، انما العنف هنا غير مطلوب بالمره، لانه لو عمل عنف هتطلع مع السنه. اوكي تمام.
طيب احنا معانا برضه دي هنا المرشد الجراحي. ده المرشد. دي المرحله الثانيه بقى اللي هي بعد حياتك معاكي تليفون؟ لا تمام. ده المرشد الجراحي. هتلاقي حياتك هنا في 4 ثقوب، 5 و3 الناحيه الثانيه. أيوه. معناها ان احنا عندنا 8 غرسات. 8. هو قاعد دلوقتي وهتلاقي حته عاليه منه اللي هي في الوري، هي دي اللي فيها السنان. فالسنان مثبتاه في مكانه. ده بيبقى ستيبل، وفي بعض الاوقات بندخل مسمار جوه الفك عشان نثبته زياده. طبعا المريض ده اللي هو الغرز فيه تركيب المثبت. ده المرشد. اوكي. تركيبه بنعتمد على السنان، ولازم يكون في تثبيت جامد. بندخل مسامير تمسكه في مكانه. ومن خلال هذه الثقوب بنحط الحفارات المختلفه. اول واحده بتشلي جزء من اللثه، يقولوا عليه بانش، ودايما بشبهه بخرم الحزام. لو انا الحزام مش مظبوط بعمل ثقب، فبتعمل لي البانش اللي سيادتك شايفاه ده الدائري ده. وبناخد اللثه وبعدين بنحط اول حفاره، ثاني حفاره الى اخره، ثم نضع الغرسه. والشريحه الاولانيه الغرسات كلها دخلت مكانها، 1 2 8 غرسات. الشريحه الثانيه ركبنا فيهم الدعامات اللي بيركب عليها السنان. ولعلم سيادتك ان ده تم في نفس اليوم للمريضه ديت. كل الجراحه دي في نفس اليوم اكيد. حضرتك بتاخد يعني في مرحله بتتم على مراحل، يعني بيتم في الاول هذه الحاله عمل دعامات وبعدين لنظام التحميل الفوري. يعني هي مش هتقدر تقعد ولا دقيقه من غير سنان، فبنعمل لها مؤقت. نيجي هنا نبص على الاشعه المقطعيه، هتلاقي ال8 غرسات في مكانهم بتوازي ممتاز زي ما سيادتك شايفه. فوق على الشمال، فوق المقطع الرأسي. تحت كلهم بالطول واقفين بتوازي. نتيجة التوازي ده جاي من المرشد الجراحي. لو نبص على مكان السنان هتلاقي حياتك ان احنا خلعناهم اوريدي. خلعنا السنان. فكده هذه المريضة ريدي انها تركب تركيبة مؤقتة عدة شهور ثم تركيبة نهائية. التركيبة المؤقتة دي بتبقى يعني زي موك اب بيتعمل مؤقت، ولا بتبقى هي الأسنان بس؟ هي الأسنان النهائية بس مادة مختلفة. يعني مادة أقل عنف. يعني نقول عليها مادة بلاستيكية. وهي بالظبط بتقول للعيان شكل اسنانك هيبقى بالتقريب بهذا المنظر. لو انت لك ملاحظات عايز تطول تنقص تغير اللون. وفي نفس الوقت بيحصل زي يعني التحام للانسجه، او بيحصل برضو التحام الانسجه مع الغرسات بالظبط، مش مع الاسنان. الاسنان دي كفر خليفي. اكيد. في نفس الوقت المريض بيقيم استعماله لها. بيقول انا راضي بيها جدا. وبعد 3 شهور ممكن باخدها وغيرها له بمادة زركونيوم وفي بعض المرضى بتقول لا انا ما اقدرش ارجع تاني، فبعمل له النهائي في نفس الاسبوع برضه. بس بقول له قدامك 3 شهور بتاكل فيه اكل صفت، اكل طري تدريجيا. يعني ابتدي اول اسبوع زبادي والمخفوقات، اللي وراه خد سمك، اللي وراه خد فراخ معموله مفرومه. تمام. ابعد عن الستيك وابعد عن الحاجات العيش اللي هو يقعد تمضغ اللي محتاجه مواد غذائيه زياده. ولازم يعدني يعني، لان دي مسؤوليه. لانه لو ما عملش كده هيحط عنف على الغرسات حديثه التركيب، وفي نفس الوقت فوريه التحميل. ايوه، يعني محملين على فوري. ايه اللي بيخلينا نقول في تحميل آجل وتحميل فوري؟ الى حد كبير جدا ظروف المريض. يعني متخيله سعادتك شخص شغله كله في البابليك ما يقدرش يقعد دقيقه من غير سنان، فلازم نعمل له فوري. ونضع كل الاحتمالات اللي ممكن تحصل في نفس الوقت. دي من التحذيرات. تمام. طيب معانا تليفون استاذ عماد. مساء الخير. مساء الخير. بستفسر حضرتك سؤال للدكتور. اتفضل. تحت امرك. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا فندم. حضرتك انا كنت عامل حشوات اسنان قريب وتمام، بس في حاجه كده بقى فتره لما بتعرض للهواء بتاع المروحه بيحصل لي الم، بس بيتراوح ما بين الفك اللي فوق واللي تحت في الجانب الايمن. في الجانب اللي فيه الحشوات؟
في الجانب الجديد حشوات، هو يعني انا عملتها يعني زي تجديد، كانت حشوات قديمه وجددتها حشوات اللي هي البيضه الجديده، ولكن القلب بتاع فوق بتاع تحت وممكن مع بعض، وبعدين بيجي لي دايما بالليل لما بتعرض للهواء المروحه. بتعرض لتيار هواء تقريبا. بالظبط. اسم حضرتك ايه؟ انا استاذ عماد. استاذ عماد. بص يا عماد، اللي بيخلي الحساسيه من الاسنان تظهر هو اقتراب الهواء البارد ده من الاعصاب. كويس؟ لو الحشوه بتاعتنا قافله كويس جدا ومحطوط لها بطانه، واخد بالك معايا؟ يعني عامل طبقه طبطينيه ثم حاطط الحشوه، لا يستطيع الهواء الاختراق. امتى الهواء هيخترق؟ لو انت سايب الشباك مفتوح. تمام. يعني في حته مفتوحه من الحشوه تاكلت، او هذه السنه بقت لا تناسب الحشوه ومحتاجه الى ما يسمى علاج عصب وغطى بالكامل. بس هو قبل تجديد الحشوه حضرتك كان مفيش مشكله، يعني انا ما هو انت بتقول في حشوه قبل كده مش كده؟ بلاتين وانا شلت جميل. كل ما بنغير الحشوات يا عماد كل ما بتكبر حجمها. تمام. وكل ما بتكبر حجمها بتبقى موصله جيده لدرجات الحراره ومنها البروده. فاحتمال انك انت لو استمر هذا وكانت الحشوه مقفله كويس جدا انك هتحتاج علاج عصب، ان العصب يتشال ويستبدل بماده بلاستيكيه، وفي الحاله دي من الافضل ان اسنانك تتحول من حشوات الى اغطيه خزفيه او كراونز. أرجو يكون ده رد على سؤالك. شكرا استاذ عماد. شكرا. ميرسي يا تليفون. دكتور، طيب بالنسبه لعلاج العصب او مشكله العصب مع الغرز، بيتم يعني العصب بيتم مثلا اللي هو السنه بتتكون من ايه؟ السنه بتتكون من فريم خارجي ناحيه الكراون من المينا، او دي اعلى طبقه فيها صلابه. تحتها ماده اسمها السنين. تحت السنين في اوضه اسمها غرفه العصب وممتده للجدر. طبعا انا بتكلم على الكراون لانه هو اللي بارز. مجرد ما المينا دي اتشالت هي اصلب جزء، الجزء اللي تحتها اقل صلابه، فبيبتدي يتاكل بسرعه جدا، يوصلني لقرب العصب. لما تبقى الطبقه بيني وبين العصب رقيقه جدا زي ورقه السيجاره، يبقى انا في الحاله دي محتاج ضروري اعمل ما يسمى بعلاج العصب. بخترق الحجره دي واطلع الاعصاب وانظف واوسع واحط بدلهم ماده بلاستيكيه، ودي لها متخصصين وما شاء الله بتتعمل ببراعه شديده جدا. واوقات بنعمل للمريض فمه بالكامل من غير العصب. ده اللي انا اقصده، ان في كيسز بتختار، يعني في بيشنتس بتختار ان هي لما تعمل كراونز انها تموت العصب مكان الكراونز وما يعملش مشاكل. هو علاج. بتفقد الاحساس. يعني انا مبسوط انك قلت الكلمه دي. ما هوش تمويت. التمويت ده اللي كان من زمان قوي، لما يكونوا يحطوا ماده اسمها ارزينيك، زرنيخ، تموت العصب، وبعد كام سنه يعمل خراج قد كده. لا، احنا بنشيل العصب، بنوسع مطرحه، بننظف، بيتحط مداره ماده اسمها جاتا بيركا، ودي بلاستيك بتتقفل حلو جدا، وناس محترفه وعلى قمه في الاتقان الاخوه بتوع علاج العصب. عمل علاج العصب ده اوقات بحب ادعم الجدر مع الطربوش بمسمار عشان يمسكهم مع بعض يبقوا متنه، وبعد كده بنعمل الكراون. فعلاج العصب روتينية علاج موجودة في العالم وثبت فعاليتها وجمالها. في سؤال هنا بيسأله المريض دايما، طب السنة هحس بيها؟ لا، السنة ما بتحسش. السنة بتقول في الوجع، بتتألم لما يجي لها سائع، إنما هي لا بتحس بالأكل ولا بتحس طعم الاكل، بتحس بالسخن والساقع بس. دي السنه لو موجوده ومبروده ومحطوط لها وجواها العصب. وجواها العصب بتحس بالساقع والسخن. مين اللي بيحس بالاكل؟ اللسان. ايوه، واخد بال سعادتك؟ فيبقى ساعه لما نعمل لك على عصب السنه مش هتفقد احساس الاكل، احساس الاكل موجود، انما هتفقد الاحساس بالساقع والسخن. ايوه تمام. اوكي. طب عيوبها ايه؟ بتبقى هشه، عشان كده بنقول نحوطها 360 درجه بكراون. ايوه اوكي. ادي يعني كل حاجه لها سبب. لا طبعا. طيب احنا معانا تليفون تاني. استاذ حماده. الو. السلام عليكم. عليكم السلام.
بقول لك بعدين انا دكتور كنت مركز سنتين من قدام كده اللي هم اللي قدام لسه اللي فوق تمام كنت مركبهم طلاب باردون اتقلعوا هنا وكده فجيت ركبتهم عند الدكتور هنا كده تمام فعايز ازرعها وزرع مش عارف تسكين انا فهنا كده عمال مفيش زرع كل اللي كلمنا اي دكتور اروح له يقول لي ده في مصر. انت فين بلدك؟ انا بلدي بني سويف مركز بلد. بني سويف دي زي الفل. بني سويف مركز بلد. ايوه اهلا وسهلا. تمام. شوف يا حبيبي انت دلوقتي خلعت السنه وركبت بدلها جسر مظبوط؟ وهم عددهم سنتين مش كده؟ تمام. اللي فاضل دلوقتي نعرف سمك العظم اللي موجود، هل يوجد ما يكفي عظم عشان اعمل فيه غرس ولا لا؟ وهنا هتحتاج انك تعمل اشعه مجسمه على المنطقه دي عشان ما تكلفش نفسك كتير. يعني تعمل اشعه مجسمه على المنطقه اللي هي ما بين النبين. معايا؟ لو في عظم كافي الغرس ميسور وسهل. لو ما فيش عظم كافي بنقدر نزرع عظم وبرضه بنزرع. ففي كل الاحوال تستطيع انك تحط غرسات. تمام. شكرا على تليفون حضرتك. هل رديت على سؤالك يا استاذي؟ تمام. هو غالبا خلاص كده قفل بس تقريبا يعني هو كده الرد تمام. يعني يا دكتور هو يعني للاسف الحوار مع حضرتك يعني خلص بسرعه. انا استمتعت بالحوار معاكي والله. وانا جدا بس هسأل حضرتك حاجه سريعه جدا. الحالات اللي لا يصلح معاها عمل غرزات، يعني ممكن تبقى السنان مفقوده خالص ومحتاجه غرز اسنان او زراعه، وبتبقى في حالات كيسز ما بينفعش فيها، بتبقى حالات خاصه بالفم وفي حالات بتبقى حالات مرضيه. جميل. في حالات لا تصلح للغرس لان الجسم عنده اصابه ما تسمحش. هذكر هنا حاجه واحده وهي الفشل الكلوي. ايوه. لان مهما اديت عظم، مهما حطيت عظم صناعي، مهما اديت مضاد حيوي مناعه بقى ما بيشتغلش. المناعه، نقص المناعه، السكر الغير مسيطر عليه. دول يمكن اكتر 3 حاجات منتشرين في مجتمعنا. تمام. اما ان المريض ما عندوش دول وعنده عظم وقادر ماديا انه يزرع، فبنقدر نبني العظم، نكون عظم نزرع له ده بالتاكيد. ولو العظم ما فيش عظم او متهتك او ضعيف بيحصل عظم برضه بنبني له عظم. نقدر نبني عظم ان احنا ناخد يا من الحوض يا من الضلع يا من التشين هنا او الفك، وناخد حته ونعملها. ان ما كانش كده بنجيب عظم مطابق للانسجه طبعا. عظم جاهز موجود اسمه الوجرافت، بيتباع في كل حته وموجود في امريكا ومصنع بمقاييس عاليه. فتقريبا النهارده الغرس اصبح ميسور لكل الحالات، الا لو كان العائق زي ما قلت لسعادتك امراض موجوده مع الشخص او عائق اخر يرجع له شخصيا. تمام. بس يعني دكتور بشكر حضرتك جدا وسعدت بلقائي مع حضرتك. دكتور وهيب موسى استاذ تركيبات وغرز الاسنان طبعا بكليه طب الاسنان جامعه اسكندريه. حضرتك نورتنا. بشكرك. بشكرك يا فندم. ميرسي. ومشاهدينا حلقتنا خلصت. شوفونا بكره فريق عمل جديد مع لايف كلينيك. باي باي.